كاينين شي قضايا اللي فاش كتسمعوا ليهم كتقولوا مستحيل تكون قضايا اللي حقيقيه، بحال هذه اللي غنعاود لكم اليوم، اللي غادي تبدا باختفاء ديال واحد الاب والام وسالات بواحد الاعتراف اللي انا متاكده غادي يصدمكم. فركزوا معايا مزيان حيت القضيه ديال اليوم من اغرب القضايا اللي غتقدروا تسمعوا ليها. ها واحد، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوما ستوريز. هنا ماشي غير كنحكيو القضايا وانما كنحلوها، نربطوا احداثها وكنطرحوا ديما نفس السؤال علاش وكيفاش. فإلا كنتي من عشاق التحقيق والغموض فانت في المكان المناسب. ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكتشجيع ودعم منكم ما تنساوش ليا زر الاعجاب. ودابا الا كنتوا واجدين يلا نبداو قضية اليوم. عارفة راسي غبرت عليكم شي شوية، ولكن هانا رجعت عاوتاني نصدعكم. المهم ما نطولش عليكم بزاف، القضية ديالنا اليوم غتاخدنا للصين وبالضبط في هونغ كونغ. وغنبداو القصة ديالنا من عند واحد جوج اللي كانوا مزوجين كتر من شي 30 عام، واللي كانوا هما غلوري واللي كانت عنده كتر من 65 عام، ومراته مون وعندها 63 عام. كانوا عايشين في الغرب ديال هونغ كونغ من عام 1980. هاد الجوج كانوا عندهم جوج ديال الوليدات، واحد سميتو تشاو والاخر سميتو هنري. في جوج شهر 3 من عام 2013 غلوري ومراتو غادي يتختفاو في خطره وحده. طبيعة الحال اللي غادي يلاحظ الاختفاء ديالهم كانوا هما وليداتهم، وخا عياو ما يفكروا مع بعضياتهم ما لقاو حتى شي حاجه منطقيه اللي غتبرر هذا الاختفاء المفاجئ، حيت كيبقاو الناس اللي كبارين في العمر وفي الستينات ديالهم، وزيد عليها الا كانوا باغيين يصايبوا حتى شي ورقه اللي بسيطه ضروري ما كيكون معاهم واحد من ولادهم. فهاد الشيء غادي يخليهم يمشيو نيشان لعند البوليس وداروا بلاغ بالاختفاء ديالهم نهار 7 في شهر 3. في الاول البوليس سولوهم يقدروا يكونوا هزوا حوايجهم وسافروا. هنري قال لهم يقدر، حيت مؤخرا كانوا كيخططوا باش يسافروا لواحد البلاصه سميتها مينلاند في الصين باش يفوجوا ليهم شي شويه. ولكن مستحيل يديروا هادشي منهم لراسهم، حيت كيف قلت لكم موالفين كيقولوا لهم ايتها حاجه. يعني الا كانوا غادي يسافروا او لا يمشيو لشي بلاصه غيكونوا عارفين، راه كيف قلت لكم راه كيحتاجوهم الا كانوا غيصايبوا شي ورقه في حركه غادي يمشيو يسافروا. مهم البوليس خداو الاقوال ديالهم وكانوا باغيين يتاكدوا بعدا من انهم ما سافروش وما خرجوش من المدينه ديالهم. وبالفعل من بعد 5 ايام وهما كيبحثوا في التحركات ديالهم غادي يلقاو بانه ما كاين حتى شي حاجه كتثبت بانهم خرجوا على برات المدينه اصلا. يعني بهذا المفهوم كانوا عاد باقيين في هونغ كونغ. والسؤال اللي غادي يطرحوه هنا، فين مشاو هادو؟ من بعدها بنهار واحد هنري وخوه غادي يمشيو لواحد البرنامج سميتو ابل ديلي، وغادي يعاودوا القصه ديالهم كامله. من بعدها داروا واحد الانترفيو مع هنري على امل انه هاد الهضره كامله تخلي الناس يحسوا فاش يشوفوا المقال او لا حتى المقابله بانه هاد جوج خوت كيهضروا على العائله ديالهم واللي هما اقرب المقربين باهم وامهم. الشيء اللي غادي يشجع الناس باش يقلبوا معاهم ويبلغوا البوليس الا شافوا شي حاجه. وبالفعل هنري في المقابله ديالو عاود ليهم على شحال باه ومو كيحماقوا على شي حاجه سميتها السفر، وبانه ما عندهم حتى شي مشاكل مع شي واحد اللي يخليهم يشكوا فيه، وبانه الاحتمال الاكبر في هذا الشيء كامل يكونوا خرجوا وداروا شي حادثه. داكشي باش محتاجين الناس باش يقلبوا معاهم ويعاونوهم. اما بالنسبه لتشاو، دار صفحه في الفيسبوك وكان العنوان ديالها با هما المفقودين، وبقى كيطلب من الناس يتفاعلوا مع الصفحه باش تكبر وتوصل لاكبر عدد ممكن. ولكن للاسف كاع هاد المجهودات كاملين ما جابوا لهم حتى شي نتيجه، وغادي يبقى البحث عليهم مستمر. البوليس تاني نهار 14 شهر 3 غادي يعاودوا يستدعيو الخوت بجوج على امل يقولوا لهم اي معلومه جديده اللي تقدر تدلهم على ايتها حاجه، حيت ما قدروش يستوعبوا كيفاش جوج ديال الناس كبارين في العمر وفي الستينات من عمرهم يتختفوا في حيها الارض تشقات وبلعاتهم وما خلاو من موراهم حتى شي اثر. ولكن اللي بغيت نقوله لكم انه من بعد هذيك المقابله اللي داروها معاهم نهار 14، البوليس غادي يتحركوا من المركز ديالهم نهار 15 اي الغد ليه، وغادي يشدوه هنري. علاش شدوه وشنو وقع في هذا 24 ساعه بالضبط؟ باش تفهموا مزيان اشنو واقع غادي نعاود لكم القصه من الاول، وبغيتكم تركزوا معايا مزيان حيت فاش غتسمعوا التفاصيل ديالها انا متاكده غادي تقولوا واش باقيين شي بشر في حال هادو عايشين معنا فوق الكره الارضيه.
القصة غادي تبدا من عند هنري اللي تولد في شهر 6 من عام 1983. العائلة ديالو كانوا كيحماقوا عليه، داروا ليه أي حاجة اللي في استطاعتهم ويقدروا يوفروها لولدهم. كانوا كيزيدوا ليه السوايع في كاع المواد الأكاديمية وحتى اللي ماشي أكاديمية، بحال مثلا يتعلم البيانو. كانوا كيخليوه يجرب أيتها حاجة باش على الأقل فاش يكبر يكون عارف يختار الطريق اللي باغي يمشي معاها أولا الهواية اللي كانت كتعجبو. واخا هاد الشي هذا كامل اللي كانوا دايرينو معاه وأي حاجة داروها ليه، إلا أنه هاد هنري ما كانش نهائيا بحال خوه الكبير. كانوا كيعانيو معاه بهذا المفهوم، ما كيقرا كيف الناس، ما عنده صحاب كيف الناس، ما عنده والو. داكشي باش فاش وصل للمرحلة ديال المراهقة غادي يحبس راسو في بيتو وما بقاش كاع كيخرج. كان كيشوف باللي باه ومو قاسيين عليه وما كيعاملوهش مزيان، شي اللي غادي يخليه يكون العالم ديالو في بيتو فهادوك الالعاب ديال الفيديو. ما كانش مسوق نهائيا لحتى شي حاجه، وزيد عليها ما كانوش عنده حتى صحاب في المدرسه اللي كان كيقرا فيها. فهادوك الالعاب اللي كان كيلعبهم كانت هي محور الكون بالنسبه ليه، كانوا هما حياته. بطبيعة الحال مو وباه كانوا كيشوفوا كل شيء وما عجبهمش الحال من هادشي اللي كيديروا فيه ولدهم. خاصو ضروري ما يبعد على هادشي ويقابل قرايته باش يوصل لشي حاجة اللي كبيرة. واول حاجة داروها او لا اول حاجة فكروا فيها هي صيفطوه لاستراليا على امل انه يقرا ويكتشف نفسه ويكتشف حوايج جدادين اللي ما لقاهمش في بلادو او في مدينته. هنري فاش مشى لتما حاول يتبع قرايته ويدخل سوق راسو ويدير حتى هو الصحاب، الا انه غادي يتعرض للتنمر لدرجه كانوا كيضربوه. وعاوتاني غادي يكره القرايه، وفاش شاف القضيه ما مسلكاش رجع تاني لهونغ كونغ في 2003. فاش شافوه مو باه قدامهم ما عرفوا ما يديروا معاه. راه كاينين دراري صغارين كيتمناو ولو 1% من داكشي اللي كياخدو هنري وما لقاوهش. داكشي باش في الاخير صافي استسلموا، بالخصوص أنه ولدهم هو براسو كان فقد الأمل في راسو. جلسوا معاه تاني وهضروا معاه وقالوا ليه تقدر ما تكونش ناجح في القرايه اولا ما عندكش العقل ديال القرايه، ولكن غادي تقدر تكون ناجح في الخدمه. سير وليدي خدم على راسك. واخا هكاك هاد هنري كان يا اما كيرفضوه حيت ما عنده حتى شي شهاده، يا اما كيجريو عليه حيت ما كيخدمش مزيان، يا اما كيمشي هو النيت حيت ما باغيش يجلس في هذيك الخدمه اولا ما عجباتوش. وكنظن انه السبب الرئيسي في هذا الشيء هذا كامل انه كان باقي كيتسنى باه وموه هما اللي يعطيو ليه الفلوس. لقاها بارده، فمادام داخله ليه العاقه صباح وعشيه علاش غادي يعيي راسو في الخدمه والفياق بكري. والمشكله الكبيره اللي كانت عنده هي حياته الاجتماعيه. حياته كانت عباره عن كيتعرف اليوم على شي واحد جديد، كيطلب منه يدير ليه شي حاجه، هذاك الشخص كيرفض اولا ما كيبغيش، هنري كيحيدو من حياته بلا حتى شي مبررات، كيقطع عليه الماء والضوء. داكشي باش ديما كان كيفشل باش يكون صداقات او حتى يدخل في شي علاقه مع شي وحده اكثر من يومين ما فيهاش. وغادي يبقى الحال على ما هو عليه حتى العام 2007، فاش غادي يتعرف على واحد الولد اللي كان كبر منه بشي 5 سنين او 6 سنين بحال هكاك، وكان سميتو انغوس. هاد انغوس كان وليد اللي فقير بحال كيجيب القوت ديال اليوم ديالو، ولكن كان ظريف وبزاف ظريف لدرجة أنه أي واحد كيتعرف عليه قادر يستغله بكل سهولة. السيد ما كيعرفش شي حاجة سميتها لا، وبكثرة ما كان ظريف وغير نية كان بغى واحد البنت إندونيسية وتزوجها. وفي الليلة الأولى ديالهم مع بعضياتهم قالت ليه بأنها ما كتبغيهش وتزوجات به غير باش تاخد الإقامة ديال هونغ كونغ. فاش سمع لهاد الشي مسكين خاطرو ضرو بقى فيه الحال بزاف، وقرر باش يسافر لنيوزيلندا يقدر تما الحياة ديالو تولي حسن من اللي كانت عليه. ولكن اللي غادي يوقع هنا انه غادي يتعرف تاني على واحد السيده استغلاتو مزيان وكملات ليه كاع دوك الدريهمات اللي كانوا عنده. ومنين لقى راسو على الضص الثاني غادي يرجع للمدينه ديالو وهو مأزم وداخل في اكتئاب اللي ما كانش طبيعي، لدرجه انه حاول يصفيها لراسو اكثر من 3 المرات، وكل مره ما كانش كيقدر يكمل. وفي المره التاليه اختو هي اللي دغيا دغيا ردات ليه البال ونقداتو. دابا علاش هاد الشيء هذا كان مزيان وزوين بزاف لهنري؟ حيت بكل بساطه كان بالنسبه ليه نقطه اللي زوينه، واحد كيقطع العلاقه مع اي واحد كيقول ليه لا، والاخر ما كيقولش لا نهائيا. هذه هي الصداقه المثاليه. المهم مع الوقت بقاو كيتقربوا من بعضياتهم وغادي يوليو بجوج بيهم اكثر من الخوت. ولكن المشكله هنا انه الحياه ديال هنري في العموم كانت خايبه بزاف.
كاع الناس كيتسالوا ليه الفلوس، وفوق ما كان كيبغي يدير شي مشروع كيفشل فيه، وحتى من مو وباه ولاو كيعطيو ليه فلوس ديال الشر غير على قدو. وهذا الشيء هذا ما كانش كيعجبو نهائيا. ما فهمتش الصراحه انا كيفاش كان كيتسنى منهم يعطيو ليه الفلوس اكثر من داكشي اللي كيعطيو ليه وهو ما مطفرو في حتى شي حاجه. بين ليهم بعدا غير مره وحده دير شي حاجه وجلس فيها، خليهم يثيقوا فيك ولو 1% على الاقل. إلا أنه بالنسبة ليه الفشل كان أسلوب ديال الحياة ديالو، حتى من التفكير ديالو كان فاشل فيه، حيت ما كانش كيفكر كيفاش يدير الفلوس، هو كان كيفكر غير كيفاش ياخد الفلوس. وهنا فين غادي يمشي لعند باه ومو، وهو يقول لهم جاتني واحد الفكرة اللي زوينة بزاف، غادي نخلص بها كاع الكريديات اللي عليا وغادي نعيشو كاملين بينا الحياة السعيدة. با ومو غير سمعوا لهاد الشيء قالوا ليه اتينا ما عندك، بالفرحة علينا وليدنا دار العقل ديالو حتى هو ولا كيفكر. قال لهم اسيادنا يلا هو نبيعوا كاع الممتلكات اللي عندنا واللي حنا عايشين بهم دابا ونقسموا الفلوس بيناتنا ومرضنا ما عنده باس. دابا دخلت عليكم بالله لما تخيلوا معايا والديه فاش سمعوا لهاد الشيء هذا كيفاش غادي يكون الكريماس ديال وجههم. حنا شنو غنستافدوا من هاد الشيء هذا كامل؟ وبكثرة الصدمه بقاو غير كيشوفوا فيه. ناض باه وقال ليه انا غنوريك نقسموا الممتلكات كيف دايره. ايا خرج عليا من الدار ودرق عليا زلافتك وما نزيدش نشوفك. واش انت قدك قد البغل وكتافك اكثر من كتافنا وعندك 30 عام وباقيين كنصرفوا عليك؟ وهذا الشيء هذا كامل كنا مدوزينه بشغيماد الماء. ولكن باش تفكر غير في راسك وتكون اناني لهاد الدرجه هذه راه ما مسموحاش. حنا كيفاش غادي نعيشوا الا بعنا كل شيء بالسلامه؟ سير وليدي نعاود نقولها لك، نهار تقاد راسك وتقاد تفكيرك داك الساعه اجي للدار، سير قلب ليك على شي خدمه وكري شي دار في شي قرينه كحله، المهم ما تدورش بينا. هنري فاش سمع لهاد الشيء هذا كامل اللي قالوا ليه باه ومو، فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لعند صاحبو انغوس واللي رحب به بزاف فاش جا لعندو. وفاش بقاو جالسين وكيعاود ليه على شنو وقع معاه، غادي يقول ليه هنري اجي شنو بان ليك نصفيوها ليهم وناخدو كاع الاملاك اللي عندهم. انغوس غير سمع لهاد الشيء بلا ما يزيد يفكر وغادي يوافق، وقال ليه سير على الله. وهداك الشيء اللي كان من بعد ما داروا الخطه ووجدوا اي حاجه، هنري غادي يصوني لعائلته وقال لهم اجي وتشوفوا ولدكم دار العقل ديالو وكرا واحد الشقه اللي زوينه واللي كانت هي الدار ديال انغوس اصلا. وقال لهم اجي وعاونوني في الرحيل ومنها نيت تشوفوا البلاصه اللي انا ساكن فيها. والديه مساكن غير سمعوا لهاد الشيء اللي قال لهم ولدهم، فرحوا ليه بزاف وما كانت قدهم فرحه. واخيرا هاد الولد دار عقلو وشد الطريق ديالو. وبالفعل نهار واحد في شهر 3 مشاو لعندو، جلسوا مع هنري وانغوس اللي كان بالنسبه لهم غير شريك ديالو في الدار. وهما جالسين وما جايبين للدنيا اخبار، غادي ينوض انغوس شد راس ديال مون من اللور وهو يدوز عليها بالموس من الوريد للوريد. وفي نفس الوقت هنري غادي يطعن باه اكثر من مره في ظهره. الاب في هذا الوقت مسكين كان كيحاول يقاوم ولده وقدر حتى يضربه في يديه، الا انه في الاخير حتى هو غادي يموت. صراحه والله ما قادره نتخيل الاحساس ديال هذاك الاب في هذه اللحظه هذه كيفاش كان، فاش كان كيفكر، كيفاش كان كيشوف ولده وهو كيصفيها ليه هكا. اكيد غادي يكون احساس اللي صعيب وبزاف. واللي بغيت نقول لكم هو انه هذا هنري يحس بواحد الاحساس اللي عجيب، واخيرا صافي ولا حر كيحس بالحريه وما كاينش اللي غادي يبقى يزن عليه النهار وما طال. وفي نفس الوقت كان مصدوم من داكشي اللي وقع لدرجه انه مشى خرج من هذيك الدار ورجع من بعد ما فاتت 4 ايام كامله مكموله. وغير دخل عند صاحبه غادي يلقاه هاز هذوك الجثث بجوج وقطعهم وفصلهم لكثر من 200 طرف. راكم متخيلينها معايا؟ وهنا غادي يبقى لهم السؤال الوحيد المطروح، كيفاش نقدروا نتخلصوا منهم؟ فاشنو غادي يديروا في نظركم؟ اول حاجه مشاو سيادنا هزوا شي طريفات ديال هذوك اللحومات، خلطوهم مع شي سيمه وصايبوا بهم طوبات. يعني كاين شي طوبات يقدروا يكونوا مازالين ليومنا هذا ويكونوا بناو بهم شي دار ولا شي قرينه كحله وفيهم بواقي ديال الجثه. تخيلتوها؟ الله يحفظ وصافي. المهم نكملوا. ثاني حاجه داروها هزوا هذوك الطريفات الاخرين شرملوهم مزيان وطيبوهم على اساس الحيمات. وثالث حاجه غادي يهزوا شي طريفات عاوتاني اخرين ومعهم حتى العظومه ومشاو ولحوهم في البحر. اما رابع حاجه غادي يخليو شويه ديال البقايا ديال الجثث وداروهم في الثلاجه حدا الراس ديال مو باه.
من بعدها غادي يمشي هنري ودار بلاغ بالاختفاء باش يبعد عليه الشبهات. وبالفعل الخطة نجحات ومشات ليهم كيف ما هما خططوا ليها، حتى غادي يجيو ويشدوه. وهذه هي المشكلة ديال القاتل اللي كيحسب ليه راسو ذكي وما كاينش اللي غيعاقبيه، حتى كيلقى راسو داير غلطة اللي بسيطة وغبية، غلطة اللي بايخة وبزاف واللي تقدر تكلفو عمرو كامل في الحباسات. وهنري كان واحد منهم. شنو وقع هنا؟ هاد هنري كان داير واحد الجروب في واتساب وجمع فيه صحابو اللي كان كيعرفهم كاملين، وغادي يعترف ليهم في هذاك الجروب وقال ليهم بأنا صفيتها لبا وما، وها شنو درت وها شنو درت، وعاود ليهم كاع التفاصيل. واحد من هذوك صحابو قال ليه واو كيفاش درتي لهاد الشيء هذا كامل؟ غير سالا معاه الهضره مشى نيشان عند البوليس، واللي كان بنهار 15 شهر 3، واللي كان نفس النهار اللي شدوه فيه اصلا. المهم مشى للبوليس وقال لهم هاكو شوفوا شنو كيقول هذا. واللي بغيت نقول لكم انه البوليس اصلا تصدموا، حيت هذوك الميساجات اللي كان معترف فيهم بالجريمه اللي دار كانت في نهار 14 في شهر 3، اي في نفس النهار اللي كانوا كيبحثوا معاهم فيه. يعني بهذا المفهوم هنري جالس كيكتب لصحابو كيعترف ليهم بداك الشيء اللي داروا في نفس الوقت اللي كان جالس فيه في المركز مع البوليس. واصلا فاش غادي يراجعوا الكاميرات ديال المراقبه غادي يشوفوا باه ومو غاديين للدار ديالو نهار 1 في شهر 3، ومن بعدها ما زادوش خرجوا. بلا عاد شي كاميرات اخرين كانوا في السبيطار غادي يشدوه وهو كيعالج هذوك الجروح اللي وقعوا ليه فاش كان كيصفيها لباه. وبطبيعة الحال غادي يمشيو مباشرة لعند هنري وانغوس وشدوهم. في التحقيقات هنري غادي يقول لهم اي حاجة انا قلتها لكم من الاول القصة حتى لدابا، ولكن انغوس غادي يقول اقوال اللي مختلفة، وقال لهم بانه ما كانش عارف بهذا الشيء هذا كامل. اللي وقع هو خرج من الدار وخلى هنري مع والديه، وفاش رجع نهار 4 في شهر 3 غادي يلقى هنري جالس وسط من الجثة ديال باه وامه. تصدم، بقى كيدابز معاه وكيقول ليه شنو هادشي درتي. الاكثريه فاش شاف المنظر ديال الدار ديالو كلها دمايات في كل بلاصه وريحه خانزه كانت خارجه من تما، السيد ما قادرش يستوعب هادشي هذا كامل. هنري جاوبو قال ليه يا اما تجي تعاوني فيهم ولا والله حتى نمشي ونصفيها حتى لامك بنفس الطريقه. انغوس حيت كان خايف بزاف على امو عاونو باش يتخلصوا من الجثث. واش هضرتو حقيقيه دابا ولا لا؟ البوليس خلات هادشي يجي مع التحقيقات. اما بالنسبه لمسرح الجريمه شنو غنقول لكم؟ بحال الا كتفرجوا في شي فيلم ديال الرعب وصافي، حيت اولا الريحه اللي كانت في هذيك الدار كانت خايبه وخايبه وخايبه بزاف، حاجه عاديه راه جوج ديال الجثث تقطعوا تفصلوا تما تخيلوا. اما الكوزينه فغادي يلقاو فيها شي بقايا ديال اللحم طايب وشي شويه ديال الحومات كانوا مشرملين بصوص باربيكيو، ولقاو حتى في الميكرووند بقايا ديال شحمه بشريه. داكشي باش البوليس توقعوا بانه هنري ماشي غير صفاها ليهم وانما طيب اللحم ديالهم وكلا منهم شي شويه. من بعد هادشي هذا غادي يلقاو جوج ديال الثلاجات، وحده كانوا فيها شي بقايا ديال الجثه والراس ديال الام، والثلاجه الثانيه حتى هي كانوا فيها شي بقايا والراس ديال الاب. بلا عاد انهم غادي يلقاو ميكات اللي كانوا كيرميوهم في البحر، يعني كانوا عاد باقيين شي ميكات تما مازال ما تلاحوا. ويقدر من هذا الشيء هذا كامل اهم دليل البوليس كانوا لقاوه هو واحد الدفتر كان تحت من ناموسيه ديال انغوس، وكانت مكتوبه فيه الخطه كامله من الاول حتى التالي، من داكشي اللي خاصهم يشريوه حتى الطريقه باش يتخلصوا من الجثث. واللي بغيت نقول لكم بانه اكثر جزء مرعب في هذا الشيء هذا كامل هي هذاك الشيء اللي كانوا كيكتبوه وكيفاش يصفيوها لهم بالتفصيل. بطبيعه الحال من بعد هذا الشيء هذا كامل اللي لقاوه غادي تبدا المحاكمه ديالهم في شهر 8 من عام 2014. ومن كثرة البشاعة ديال التفاصيل جوج من الهيئة ديال المحلفين ما قدروش يكملوا، والقاضي غادي يضطر يعاود المحاكمة من جدة وجديد وبهيئة اللي جديدة واللي كانت متكونة غير من 9 ديال الأعضاء، حيت في الأصل وفي الطبيعي راه كيخص يكونوا 12 العضو. وبالفعل هذه الجلسة غادي تبدا في شهر جوج من عام 2015. هنري على طول هذيك الجلسة كيقول بأن والديه هما السبب في كاع داكشي اللي وقع. كيفاش هادشي؟ حيت سيادنا مو كانت كتسيف عليه باش يعزف البيانو، وباه كان ديما كيتفرج في التلفازه وكيجهد في الصوت وما كيقدرش يحفظ اولا يقرا. بطبيعه الحال هادشي ما منه والو، كون بقى ساكت حسن ليه. هنري كان واحد الشخص اللي ما عمره ولا لام راسو على الاخطاء اللي كان كيديرهم، بالعكس كيلوم كاع الناس اللي دايرين به، لدرجه انه ما حسش بالذنب حتى فاش صفاها لباه وامه. السيد شايف راسو ما داير حتى شي حاجه غلط، وعائلته هما السبب في هادشي هذا كامل اللي داروا.
وهذا الشيء هذا كامل كان كيخطط ليه أكثر من 6 شهور هادي. شرا المواس وأي حاجة اللي يقدر يحتاجها غير باش ينفذ ويوصل لهداك الشيء اللي كان باغي يوصل ليه. ودابا غادي نرجعوا لأنغوس اللي غادي تصدق هضرته كامله اللي قالها صحيحه، حيت من بعد ما بقاو كيراجعوا التحركات ديالو غادي يلقاو بانه ما كانش في الدار في الوقيته اللي وقعت فيها الجريمه. بلا عاد هذاك الدفتر اللي لقاوه تحت من الناموسيه ديالو، هذاك الشيء اللي كان مكتوب فيه كان بالخط ديال اليد د هنري ماشي الخط ديالو. السيد دار هذا الشيء هذا كامل حيت كان باغي يلبسوا الجريمه. واصلا فاش البوليس داروا ليهم واحد الاختبار ديال الذكاء، هنري غادي يجيب في النتيجه 126، يعني المعدل ديال الذكاء ديالو كان فوق من المتوسط. اما بالنسبه لانغوس غادي يجيب يلاه 84، وهذا اقل من الطبيعي. داكشي باش غادي يحكموا على انغوس في شهر 3 من عام 2015 بعام واحد في الحبس. وبما انه كان مشدود من 2013 وعامين وهو تما فخرجوه نيشان. اما هنري فالمحكمه غادي تحكم عليه بالمؤبد وفوق منهم 9 سنين و4 شهور. بهكا غنكون وصلنا لنهاية القضية ديالنا. شكرا لكم بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. خليو لي الرأي ديالكم فيها في التعليقات، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ليا زر الاعجاب، ونتلاقاو في فيديو جديد مع قضية جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.